في قلب حي قديم، عمارة مهجورة الكل بيخاف يقرب منها، لحد ما مريم قررت تسكن هناك. من أول ليلة بدأت تسمع خطوات فوق سقف شقتها رغم إنها في آخر دور، والليلة اللي بعدها شافتهم، واللي حصل بعد كده ما يتصدقش. أنا كنت عارفة مريم من زمان، بنت هادية وطيبة، لكن كانت بتدور على مكان إيجاره رخيص، ولما لقيت شقة في عمارة قديمة بنص التمن ما صدقتش نفسها. أنا كنت بحذرها، العمارة دي تاريخها مش نضيف، الناس اللي سكنوا فيها قبل كده يا إما هربوا في نص الليل يا إما اختفوا بلا أثر. لكن مريم ضحكت وقالت أنا مش بصدق في الخرافات. في أول ليلة اتصلت بيا الساعة 3 الفجر، صوتها كان مرعوب. انتي سامعة؟ في حد ماشي فوق سقف اوضتي وانا اخر دور. قلت لها يمكن قطة او حمامة، لكنها قالت ان هي سامعة صوت خطوات تقيلة قدام الباب، دايما بتقف قدام بابها. اليوم اللي بعده راحت الشغل وهي تعبانة، وقالت ان هي ما نامتش في الليل، وانا قررت ان انا اروح لها. لكن العمارة كانت ضلمة، حتى نور السلم كان مطفي، وانا طالعة كنت حاسة بخطوات حد ورايا، لكن كل ما ابص مفيش حد. لحد ما وصلت قدام شقتها لقيت الباب مفتوح نص فتحة، ونور الشقة كان بيضلم وينور. ناديت مريم بس مفيش حد رد عليا. دخلت والهوا كان بارد بطريقة مش طبيعية، لقيت الأرض مبلولة كأن حد كان هنا من شوية، وكأن المكان كله مية، والأغرب إن في أثر رجل على الأرض طلع من الحيطة. آخر حاجة شفتها كانت مريم واقفة في الركن، عينيها سودا بالكامل، بتبتسم ليا ابتسامة واسعة بطريقة مش بشرية، وقالت لي بصوت مش صوتها العمارة اختارتني ودورك جاي. بعدها صحيت في سريري، مش فاكرة ازاي رجعت، بس من يومها كل مرة بعدي من جنب العمارة دي بحس ان في حد بيبص عليا من الشباك المكسور.